السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم بخير. هعمل معاكم النهاردة السمسمية بطريقة سهلة خالص وبسيطة وبمكونات موجودة في كل بيت. ممكن لو يعني حضرتك لو مش متواجد عندك بقى السمسم، هو ده بس اللي هتشتريه يعني. وطالعة هشة وجميلة ومقرمشة وسكرها مظبوط. وأول حاجة هنسمي الله كده ونبدأ. أنا هنا معايا يعني 4 مجات من السمسم. السمسم ده ني يا جماعة، مش متحمص. عايزة تجيبيه متحمص براحتك. ال4 كوبايات سمسم، نصهم سكر، يعني كوبايتين من نفس المج المعياري اللي موجود في أي بيت ده. يبقى انت كده سواء سمسمية او حمصية او فولية هتمشي بنفس المقادير. ونص كوباية من المية، وكيس فانيليا، ونص ليمونة، ومية ورد او مية زهر على حسب يعني المفضل ليك اللي انت تحبيه، ده او ده يعني. اول حاجه بقى، يعني انا نقيت السمسم ده طبعا من اي بيبقى فيه حاجات يعني مش مرغوب فيها كده، انا نقيته وخلاص. تعالي بقى هنبتدي نعمل العسل بتاعنا، لان انا النهارده مش مستخدمه عسل جلوكوز عشان خاطر اوفر عليكم. هنحط بقى كوبايتين السكر وعليهم نص كوبايه الميه. كل كوبايه سكر يا جماعه بتاخد ربع كوبايه ميه، عشان خاطر لو حد هيعمل اقل من المقدار اللي انا بتكلم عليه ده. ارفعهم بقى على نار عالية بس هيغلوا كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعضينا. تابعي بس معايا الفيديو للآخر. انا بهزه يعني باليد بتاع الوok، علشان خاطر انا ما ينفعش ان انا استخدم اي معلقة او اي حاجة، علشان خاطر السكر ما يطلعش على الاجناب بتاع الطاسة يعني ويسكر منك. تمام كده. انا بقى هعمل ايه؟ هبتدي احضر الحاجة اللي انا هحط فيها. يعني عقبال مثلا ما الشربات بتاعك او العسل يعني يتقل، نعمل ايه احنا بقى؟ نجيب صينية اللي انت هتعملي فيها والقالب اللي انت هتنزلي فيه بالخليط بعد ما يستوي يعني. تدهنيها زيت، هدهنها زيت هنا لان انا مش هستخدم ورق زبدة، علشان خاطر يعني توفيرا عليكم، حتى يبقى متاح يعني. لو انت ما عندكيش ورق زبدة ممكن تستخدمي ورق كراسات، بس انا ايه، لا استخدمت ده ولا ده. هنا بقى السمسم بتاعي علشان خاطر ان هو ني يعني، انا فهديله تحميصة بسيطة كده ياخد لون ذهبي فاتح على نار هادية. وقلبي وما تسيبيش ايدك من التقليب فيه علشان خاطر ما يتلسوعش منك ويمرر. طبعا كله ده والشربات بتاعي لسه بيعمل العرق بتاعه. خلاص كده اللي استوى مع يعني اللي هياخد بقى اللون ذهبي بتاعه ده السمسم. ارجع بقى للشربات، اديكي شايفه الشربات عامل ازاي. خلاص بعد ما يعني غلي كده معايا، اروح بقى ضايفه نص ليمونه. المفروض ان انا استخدم ملح ليمون، بس عشان دايما يعني مش معظمنا ما عندناش ملح الليمون، فانا استبدلته بنص ليمونه والاتنين هيأدوا الغرض. وهضيف كيس فانيليا. ممكن انت تضيفي فانيليا او تضيفي ميه ورده او ميه زهر، المتاح ليكي والسهل ليكي. ده يا جماعة كده بديل العسل الجلوكوز. خلاص، هو المفروض بقى انا اختبر دلوقتي التسوية بتاع العسل اللي انا عاملاه ده، باني اجيب كوباية واخد منها شوية صغيرين كده من العسل واحطه فيها. لو عملت كورة كده بتمط يبقى اعرف ان انا القوام بتاعي كويس. بس انا خلاص انا متأكدة لانه العسل معايا خد لون ذهبي فاتح. فخلاص بقى نزلت بالتدريج كده على مرتين، يعني تنزلي بالسمسم او الفول او الحمص على مرتين كده في الطاسة، وانتي على الطاسة برضو ومهدية النار، اوعى تعلي النار. تشرب العسل مع بعضيه علشان خاطر بس ايه ما تقفش منك وتبقى قرصة واحدة. بسرعة بقى هنا هروح صب الخليط ده بسرعة. ليه؟ لان ممكن زي ما قلتلك يعني احنا الحمد لله ان احنا في حر، يعني هنبقى بنشتغل بهدوء شوية. انما بقى عارفة لو شتا كان زماننا دلوقتي عمالين ناكلها هي قرصة واحدة كده زي رغيف العيش الناشف. حاولي بقى تسوي فيها لو عندك اللي هي النشابة دي الصغيرة دي اللي هي متحركة دي، اوكي اعملي بيها.
انا ما كانش عندي بصراحة، فحاولت ان انا اساوي بالمعلقة الخشب، بس حسبي لانه بيبقى سخن مولع. حتى لو تلاحظي الكاميرا ابتدت ان البخار يطلع عليها، فالمقطع ده مش هيبقى واضح قوي. انا دلوقتي هجيب بولة صغيرة او طبق او قعر كوباية المتوافر عندك، وهعمل ايه، هدهنه زيت وهمشي بيه كده، افرد بيه الخليط كويس. بعد كده لو انت عندك جوانتي يعني يستحمل، في المرحلة دي ممكن بالراحة كده تمشي عليها يعني. طبعا الفتفوتة دي ما نسيبهاش برضو. شايفة يعني حاجة بسيطة جدا، ويعني تطلعي حاجة الأولاد يفرحوا بيها قوي. السكينة برضو أنا دهنتها زيت علشان خاطر تمشي معايا حلو وانا بقطع. قطعي بقى بالطول، يعني الحجم اللي يريحك واللي تحبيه. انا بصراحة قطعت عريض عشان اللي ياخد حتة بقى ما يقولش حتة تانية. الاولاد والله كانوا فرحانين قوي واحنا بنعمل الحاجات دي، والله زي كده مخبوزات العيد، يعني بتبقى يعني حاجات كده بتخلي الاطفال تفرح، يعني بتبقى ذكريات حلوة. انا قطعتها اهو خلاص، وهسيبها تهدى. بعد ما بتهدى بقى وتنشف يعني كده وتتشمع من الهواء، خلاص بروح قلب الصينية وخبط عليها خبطة من ورا، بتنزل كلها، وتبتدي بقى تفصصيها كده، تحوشيها يعني من التحديدات اللي احنا عاملينها اهي زي ما انتوا شايفينها. ملحوظة بقى يا جماعة وللأمانة كمان، السمسمية اللي قدامكم دي ليه ما فيهاش اللمعة زي اللي بنشتريها من بره؟ علشان خاطر بتاع بره بيبقوا مستخدمين العسل الجلوكوز، والعسل الجلوكوز من فوائده ان هو يعمل لي لمعة كده حلوة للحلويات والأعلاف بتاع المولد يعني. بس أنا طبعا عشان أسهل عليكم، أنا بحب اللي يتفرج عليا يقوم يطبق على طول. ولو وصلتوا لهنا شايفين هشة ازاي وجميلة ومقرمشة، بألف هنا وشفا على قلوبكم. واديني اهو عاملة الحمصية برضو والفولية بنفس الطريقة. حاجات سهلة خالص ومش مستاهلة. كل سنة وحضراتكم طيب.